لو بتدور على لابتوب بمواصفات عالية وكارتين شاشة، أو بتدور على تابلت، جبتلك جهازين في جهاز واحد. بمعالج انتل زيون قوي جدا، وكارت شاشة نيفيديا 4 جيجا فعلي بيوصل لحد 20 جيجا، وإمكانيات هتشغل معاك كل الألعاب. مواصفات الجهاز ده أكتر بكتير من إنه يكون تابلت، علشان كده لو حبيت تستخدمه كتابلت يبقى أنت معاك صاروخ فضائي. اللابتوب ده هيفيدك جدا لو انت مهندس ومحتاج حاجة تعمل عليها تصميمات شغلك بشكل واضح وسلس وسريع، وفيه المخارج اللي هتحتاجها كلها في شغلك. تعال نشوف. لو بصينا في الجنب اليمين هتلاقي مدخل الشاحن أول حاجة، وهتلاقي بعده على طول 2 مدخل تايب سي علشان لو محتاج أكتر من مدخل تايب سي للفلاشة أو الموبايل. أما ال HDMI بقى، دي حاجة مهمة علشان لو عاوز توصل الجهاز على شاشة كبيرة أو بروجيكتور. وهتلاقي بعده على طول أماكن التهوية بتاعة المروحة اللي في الجنب اليمين. يجي بعدها مدخل السماعات، وده بيدعم سماعات الموبايل بالمايك بتاعها. ولو انت مصور أو بتستخدم كروت الميموري هتلاقي بعدهم على طول مدخل كارت الميموري. أما الجنب التاني هنلاقي فيه 2 مدخل USB 3 بسرعة عالية جدا علشان توصل أكتر من جهاز أو أكتر من فلاشة. وهنلاقي بعدهم مدخل سيم لأن الجهاز بيدعم شريحة الموبايل. بعد كده هنلاقي اللوك، وده مهم في المتاجر والكافيهات. بعده على طول هنلاقي أماكن التهوية بتاعة المروحة اللي في الجنب الشمال. وأخيراً هنلاقي زرار الباور اللي هنبدأ بيه متعتنا مع الجهاز.